بطل دهن العود الهندي الصافي. الآن سنأخذ نقطة من الدهن العود ونضعها في الجلاس. طبعا في نقطة سابقة، لكن أمام عيونكم نحط نقطة ثانية حصل معنا نقطتين في نفس الوقت. هذا الآن نضعها تمام. الآن لو نلاحظ نقطة دهن العود ما زالت متماسكة، مهما لفينا هذه ما زالت متماسكة. الآن انفتحت، لكن يمكن تجميعها مرة ثانية إلى نقطة واحدة كبيرة، وهذا إنما يدل على جودة دهن العود وأنه درجة أولى وأنه صافي. هذا والسلام عليكم ورحمة الله.